السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم الشاورما المصرية. طبعا في شاورما سورية وشاورما تركية. المرة دي انا هعملها معاكم الشاورما المصرية. شاورما جميلة جدا وبتتبيلة رائعة. اتمنى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. طبعا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عبارة عن ايه. معايا هنا لحمة جايباها من عند الجزار. طبعا ممكن تقوليله يقطعها لك، بس انا للاسف جوزي جايبها لي سليمة فانا اللي قطعتها. بصوا زي ما انتم شايفين بتبقى بقطعها كده رفيع عشان تقطيعة الشاورما لازم تبقى رفيعة. تمام. وبعد كده معايا البهارات. معايا ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وكمون وكزبرة ورشة بسيطة جدا من القرفة. وحطيت البهارات كلها على اللحمة. ومعايا كمان 3 معالق من الخل. حطيت كده اول معلقة خل. بجد التتبيلة سهلة جدا وبسيطة، وفي ربع ساعة تكوني مخلصة الشاورما. طبعا ولا اكننا جايبينها من المحل من بره على طول لذيذة جدا. وقلبت كل البهارات مع الخل في اللحمة زي ما انتم شايفين كده. وغطيتها بستريتش راب وسبتها في التلاجة لمدة ساعة عشان تاخد كده من طعم التتبيلة. وجيت هنا على البوتاجاز حطيت نقطة زيت، يعني حطيت شوية زيت بسيطة كده. ولما الزيت سخن نزلت عليهم باللحمة، طبعا على نار عالية عشان اللحمة هتنزل ميتها. وهنا كانت اللحمة شربت ميتها. نزلت عليها طماطم شرايح وبصل شرايح زي ما انتوا شايفين كده، واقعد اقلب فيهم لحد ما احس ان البصل والطماطم دبلوا. تمام كده كانت دبلوا كل حاجة وكانت اللحمة استوت. وقبل ما اطفي النار بحط كده كبشة بقدونس، حبة حلوين كده من البقدونس. يعني احط البقدونس على طول وبعد كده ثانية كده من النار وبعد كده اطفيها عشان البقدونس ما يتبلش عشان يبقى حلو. وقلبته كده كله مع بعضه. وبس كده دي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى تعجبكم وتقولولي ايه رأيكم فيها. ودي كانت شاورما المصرية، كانت تحفة جدا. طبعا تاكلي جنبها اي حاجة بس الاحلى بيبقى عيش فينو وتحطي بقى طحينة واللحمة الشاورما وسلطة جنبها وكده هتبقى جميلة جدا، وبطاطس محمرة طبعا. فجميلة جدا. بصوا شكلها تحفة تحفة. اتمنى تجربوها بطريقتي وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. طبعا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. كان معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي، ومع السلامة.